صباح الخيرات والمسرات. يسعد الصباح يا سماح. تقوية مناعة طفلك شاملة الله مالك يصبحكم الخير، كيفكم صبايا؟ شو اخبارك؟ يلا عرفيهم عنك على السريع سماح تمام. أنا عشان يعرفوا سماح مين. زغيب. أنا سماح و... زغيب من الأردن، مدربة تنمية بشرية ومدربة ميك اب، صاحبة مركز الإمبراطورة التجميلي في الأردن. صباح الخير يا منال، يا إن ميت شاء الله اهلا نهاركم وسهلا. يكون حلو كله تفاؤل يا رب. هي سماح اليوم زي معنا. الفل. انا بدي احكي عن الشباب وهي حتحكي عن البنات عشان ما حدا يقصف حدا. الله يسعدكم. لا، أنا بالنسبة لي رح أقصف الشباب والبنات. الله يسامحك يا رب. هنادي بتحب احمر واسود. انت شو اللونين بتحبيهم يا سماح؟ والله أنا بحب الفسفوري والأخضر بكل أنواعه يعني. زنزون صباحو، فسفوري واخضر. يعني أخضر فسفوري زيتي، من هاي الدرجات. بحب اللون الأسود. الوان الطبيعه، مم. الوان الطبيعه. يلا نحن دقيقة ومنبلش يا جماعة. أنا حبلش بالشباب وسماح حضر معنا على السماء. أي مداخلة طبعا أكيد نستفيد منها. ليش رجعت طلعت نفس الغنية؟ يلا ماشي الحال. صباحو صباحو. دقيقة بالضبط نبلش. نور تحب أخضر وأحمر. إلهام صباح الخير يا إلهام. يوزر صباحو. روعة أوكي. أميرة رنيم صباحو. يلا يا سماح احكي لنا عن محاور موضوعك. أنا حكيت عن محاور موضوعي اليوم. هلا اليوم رح نحكي عن كيف بنقدر نختار اللبس المناسب لإلنا، وكيف بنقدر نختاره عن طريق اللون. اللون طبعا رح يكون في إله كتير شغلات اللي هو الأندرتون، وبنشرح بالعربي. الحلقة يعني خليهم هيك متشوقين. طيب أنا دقيقة ونبلش موضوعي وبنقول يا رب إن شاء الله يا رب الموضوع يكون مفيد. أنا بلش بالشباب ولا نبلش بالبنات؟ أعطونا آرائكم لا، بدنا نبلش يا جماعة. بالشباب. نبلش بالشباب ولا بالبنات ولا ليديز فيرست؟ بركي ليديز شباب فيرست. شباب. دقيقة شوي، بركي بدنا نبلش بالبنات. بالبنات. هي سمر قالت لك بالبنات. سمر كيفك؟ طبعا البنات. والله شباب حلو، جكر يلا فيكم. بالشباب بالشباب. جكر اه فيكم بالبنات. لبلش بالشباب. جكر فيكم. ما بيعرفوني أنا جكر. الشباب أولا نشوف ذوقكم. طب يلا يا سماح بلشي من عندك. يلا أبلش. بلش بالبنات ما أبلش. حنزعلهم. يلا اسمهم متحمسين لا، هو للصبايا. في شباب، يلا شباب ولا بنات؟ آخر تعليق هو اللي رح يحدد بسرعة. اخر تعليق. اخر تعليق على الانستغرام يلا. بنات. لا، آخر تعليق هون. شباب. خلص شباب شباب شباب. طيب يلا ماشي. يلا. طيب الله نبلش بالشباب. يسعدهم الصبايا. طيب يلا نبلش بالشباب. بعد ما قلنا لكم صباح الخير بدنا نبلش كيفية اختيار ملابس الشباب. طب نحن نعمل بارتيك وبارتيك يلا احسن مشان ما نعمل ملل. ماشي. خلص يلا اول تمام شيء اتفقنا. اول شيء بنبلش بموضوع اختيار الشباب. طبعا انا لا حدا يفكر اني انا عم بحكي من عندي، لا انا بتطلع على مكان عامل دراسه مشان ما يقول وسيم عم ينظر، لاني انا ما ذو اختصاص. انا وسيله نقل واسلوب فقط. فالكلام مغلوط مو مغلوط. اكيد الاراء كثير بموضوع اللبس مثل ما بيقولوا بالمثل القديم، كل على كيفك والبيس على كيف الناس. هي القاعده الاساسيه، كل على كيفك والبيس على كيف الناس. اوكي خلنا ننطلق. كيف يختار الشباب ملابسهم؟ قبل ما نقول كيف الشباب يختار ملابسهم، في ملاحظات معينة لازم الشاب يراعيها بكل مكان، حتى على الأقل يكون ضمن مستوى المكان اللي رايح عليه. يعني مثلا بيقول لك يتغير أسلوب الشاب وطريقته الخاصة في ارتداء الملابس بما يناسب نشاطه اليومي. يعني هي العرف والقاعدة العامة. بس في 3 أشياء لازم يتجنبها دائما وأبدا، وللأسف أغلب الناس ما بينتبهوا للناحية، بيعتبروها على سبيل البساطة. يعني إني أنا لبست شيء على بساطتي، هو لا. موضوع البساطة شيء، وموضوع نحترم المكان اللي رايحين له شيء. فما فينا نقول إنه ممكن نفس اللبس يلائم المكان بس يكون بسيط، بس مو يكون بعيد عن المكان. يعني مثلا شغلة بنلاحظها أحيانا كثير، تجنب ارتداء الملابس الرياضية.
اول شيء مين اخي هذا؟ ناصر حبيب قلبي، خليك معنا ابو الناصر، بتفيدنا انت، بدنا مؤيدين ناصر. تجنب ارتداء الملابس الرياضيه التي تناسب بعض الرياضات بشكل خاص في حين كان الشاب لا يمارسها بالفعل. يعني اول شيء تلبس لبس رياضي انت اصلا رياضه ما بتمارسها مثلا، او تلبس ملابس الرياضه بمكان ما له علاقه بملابس الرياضه. يعني مثلا رايح على مكان، خلينا نفترض عيد ميلاد، يعني ملابس الرياضه هون اكيد رح تكون ما لها علاقه بالموضوع. هي اول نقطه، وكثير بنلاحظها مع الناس بتصير بيعتبروها هن بداخليتهم انها على سبيل البساطه، بس هي لا، ما دخلها. نحن ما عم نقول ملابس باهظه الثمن، لا، نحن بنشكل ضمن الموجود اللي نكون مقبولين امام الناس. صباح الخير سواد، وتريد اللبس اذواق، اكيد اذواق. والنقطة الثانية احترام وثقافة وطبيعة المكان. يعني بالمختصر رايحين على مكان محتشم بدنا نلبس لبس محتشم، رايحين على مكان مثلا كله رياضة بنلبس رياضة، رايحين على مكان ديني بنلبس لبس يليق بالدين. يعني ما بيصير نلبس شيء ما له علاقة بالمكان. رايحين على المدرسة إلها لبس، رايحين على فطور ما بنلبس أواعي مثلا خرج سهرة. يعني نحترم ثقافة المكان باللبس بأبعاد الحرية المعهودة. تمام. يعني مراسم الدفن إلها لبس، الله يبعد عنا وعنكم يا رب. ما بصير نروح على مناسبة دفن، هيك علمونا نحن وصغار، لما نروح على عزاء أو دفن لازم نلبس ألوان غامقة، ما بصير نلبس ألوان فاتحة. هلا ليش؟ يعني هي ما بقول إنه يعني، بس أدبيا الناس بتكون زعلانة نكون مثلهم زعلانين، ولو إنه اللون لا يعبر عن الحزن، بس كمان احترام للمناسبة، نروح بلون فريش كثير ودي المناسبة مناسبة وفاة أو حزن أو. فهي وحدة من الأشياء. ثالث شغلة، مشان أنا بدي أحكي بسرعة ورا بعض مشان أترك مجال سماح. في موضوع كتير حلو، لما نكون رايحين على مكان ما بنعرف شو بناسبنا جوا، فينا نتصل تليفون، والله لو سمحت شو طبيعة اللبس؟ هذا السؤال ما بينقص من قيمتنا، بالعكس. يعني هذا الشيء بدل على انك انت زلمه مهتم. يعني نحن مره كنا مثلا بدبي، بدنا نروح نفوت على برج العرب عادي، اول مره بروح على دبي، ما رضوا يفوتونا. قال ما بصير تكون لابس شورت وتيشيرت وكذا، لازم الفن دائما بالشراء وباللبس. كل انسان اذا وصل لمرحله يعرف شو بيلبق له، فهو جاوز 3/4 مرحله الاناقه.
يعرف شو بيلبق له، إن كان للونه أو لشكله أو لطبيعة حياته. أما قيل عن قال والكوبي بيست هي للأسف يعني هاي عم نعاني منها كلياتنا الصبايا. وأنا هلا رح أحكي لكم عن الأغلاط الكارثية يلي بتدمر طلتكم بأي مناسبة. في البداية يلا صباح الخير لكم جميعا ونهاركم حلو، وأكيد معنا اليوم كرزات حلوات، فشو ما بتلبسوا رح تكونوا حلوين، بس لازم بلشنا نختار شيء مجاملة، يكون مناسب إلنا. لا إحنا بلشنا حلوين قد ما مجاملة، كنا. بلشنا مجاملة. طيب يلا. لازم نختار شيء مناسب لإلنا. هلا الشيء الكارثي اللي بدمر أي طلة إنك دايما تطلعي في ملابس غير مكوية. مثلا واحد رايح على الشغل بيطلع بأواعي مش مكوية. طب أنت رايح على الشغل المفروض ثيابك تكون مجهزها من الليل وتكون مكوية، مش كأنك طالع من التخت. فهذا أول شيء بدمر الطلة. هلا الشيء الثاني اللي ممكن إنه يخرب طلة أي أنثى، المبالغة في ارتداء الملابس العصرية. يعني إنه بيكون الواحد كتير 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 بده يلحق الموضة وبده يلبس أي شيء. هلا ممكن في قطعة من الثياب تلبق على غيرك بس ما بتلبق لك، فمش كل شيء بيزبط على غيرك بيزبط لك. حلو إنك تواكبي الشيء العصري بس إنه يكون مناسب لإلك ولجسمك. هلا الشيء الثالث إنك تكوني لابسة شيء مطابق باللون أو بالزركشة. يعني مثلا لابسة بلوزة مزركشة بتلبسي نفس الشال مزركش. هلا هون بتكوني انت عبارة عن ايش؟ عن نعنوعة شو يعني نعنوعة؟ او نفس الطباعة. نعنوعة يعني ملونة. جوكر يعني. جوكر. جوكر يعني مشان نوضح المفهوم، جوكر. جوكر أيوة. طيب كمل. نعنوعة. طيب في شغل جوكر، اسمها كتير جوكر. كتير. نعنوعة. طيب ماشي. هلا في شغلة كتير كمان مهمة بتخرب طلة أي أنثى، اللي هي المبالغة في ارتداء الإكسسوارات. وقت بدك تلبسي شيء كتير ملفت، مثلا سويرة بإيدك، مش ضروري بنفس الإيد تلبسي خاتم كتير مميز، لأنه هيك أنت بتفقدي جمالية السويرة والخاتم. ممكن تلبسي شيء واحد مميز لتبيني جمالية إيدك أو جمالية أظافرك. هذا الشيء كتير بيغلطوا منه الصبايا. مثلا صبية بتكون رايحة على الحفلة لتذاكر سلفتها بتلاقيها لابسة 20 سوارة و12 خاتم. إيه هي لا مطلع كل شيء موجود بالخزانة. خلص يعني احنا والله بنعرف يعني، إنه بدك أشياء حلوة. يعني وهي ماشية بتكون مثل اسم الله، يعني مثل الخيل عم تخشخش خش 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 خش. كيف الخيل وماشي خش 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 من هون من هون، عملت ايدها هيك أو بتخشخش. بتكون بدها طبعا تاكل اذا ما مملوخية خشخشت بتحاول هي بتكون. تخشخش اكثر، يعني انه شوفوا شوفوا. كملي كملي سماح، كملي منيح عارفين حالكم، كملي كملي. وفي شغلة كتير كمان مهمة، وأكيد في أغلب الصبايا بينتبهوا على هذا الشيء، اللي هو عدم الموازنة في اختيار قصات الملابس. يعني مثلا هلا رح نحكي ونتطرق للموضوع بشكل أكبر. بيكون الجسم مثلا على شكل حبة إجاز وبتلاقيها لابسة على شكل مستطيل، فهذا الشيء كتير بيخرب إطلالتها. هي نقطة كثير مهمة صح. في شغلة كمان كتير مهمة بتخرب الطلة. وقت يكون الشخص لابس شيء أطول منه. هلأ حلو إنك تلبس شيء طويل بس بده يكون مناسب لطولك، لأنه بدك تلاحظ هذا الشيء لما بتطلع بالشارع ما تكون ثيابك مغبرة. تمام. وفي شغلة حلوة أنا بحبها، يعني ممكن تلبس لبس كتير كتير بسيط بس تلبس مثلا الصبية شنطة كتير ملفتة، فهيك بتعمل، يعني بتعمل إلها طلة كتير خيالية. طيب انا بدي يعني موضوع حكيتي جسم الكمثرى انت او الانجاص. الإجازة. تمام. طيب هلا هو هن عادة كم نوع من الفواكه، قصدي هم 5 الاجسام اللي أنواع نحن بالضبط. بنتعامل معهم؟ كم نوع الاجسام الأجسام اللي هم بنتعامل عبارة معهم؟ عن 5. كم؟ 5. 5 بعين خمسة، الحسود. ممتاز. خمسة، اللهم زد وبارك. طيب فيك حافظتيهم بس تحكي لنا عنهم غير طبعا النجاصة والتفاحة؟ حاضر. غير النجاصة أها. والتفاحة. عندنا الإنجاصة والتفاحة واللي على شكل مثلث اللي هي مثل حبة الفراولة أو الساعة نعم الرملية، وعندنا المستطيل نعم نعم، هدول 5 أنواع، وأهم واحدة فيهم اللي هي الساعة اللي هي الرملية. الساعة الرملية. الساعة الرملية لأنه نعم بيكون في توازن بين الكتاف وبين صح. وبين الحوض والأرداف.
مزبوط. طبعا اللي ما بيعرف بالخمس انواع يعني لا ما في بطيخه البطيخة ما في هي بطيخه نفسها يا التفاحة. لا ما في بطيخه. لا في هي مو فراولة. قصدها الفراوله اللي قصدت فيها يا ريما هي المثلث، يعني بيكون الكتاف اعرض من باقي الجسم، يعني تقريبا مثل الموديل، تقريبا خلينا نحكي بيعتمدوا بالموديل انه يكون كتاف اعراض لتبين القطعه اكثر ما يكون مثلا الجسم فيه تفاصيل اكثر. السمينه بنعتبرها لحظة شوي بطيخه إذا لا. سمحت توسعي. هلا السمينة بنعتبرها بطيخة ولا السمينة حلوة؟ خد التخينة، اوعى تخاف منها مخدة ومنها الحاف. الله اكبر، بلشنا مجاملات. يلا ماشي يلا. كل واحد كل واحد بطيخه خد حمراء. هاي كلها. صباح الخير يا امجد. طيب كملي سماح، كملي معك عم بسمع انواع الفواكه. فهدول 5 انواع طيب يا جماعه، يعني القصد انه كل حدا يقدر يقيم حاله بناء عليه بيختار الشيء اللي يظهر اجمل شيء بجسمه وليس العكس. يعني انسب شيء لبس للساعه الرمليه، والله الساعه الرمليه شو ما لبست يا يوزر بالبالة مبدئيا. يعني ان اخذوا اكبر مثال للساعه الرمليه بكل تاريخ الجميلات. طبعا هن قالوا كانوا دائما يقولوا عليها مارلين مورو، انه هي مثال يحتذى به للموضوع هذا. هي مارلين مورو، بتعرفوها انتم، ما بدنا نقول يعني توفت راحت لحال سبيلها. آه بس فاصل صغير وكمل انا. والله هذه لا ما راحت الموضة اذا بدنا نحكي المضبوط. لسه عم نشوف من الستايل اللي هو مع احترامي لكل المحجبين مشان ما حدا يفهم كلامي موجه، لا الموضة الجديدة اللي هي الاذنين تبين مشان يبينوا الحلق، الرقبة تبين مشان يبين السلسال، اليدين تبين مشان يبينوا الاساور. يعني هلا لو في اكسسوار للشعر بتصور يمكن كمان اختصرنا شوي من الاشاره. انا ما اعتقد يعني ما بحكي بالبث، لازم احكي شو التعليق هذا؟ طبعا هذا مو حجاب اكيد. يستمع يا نعوم، صباح الخير يا ضحى. انا نرجع نفوت بموضوع الشباب، خليني انا بموضوع لعبتي. هلا كيف الشاب طبعا لما بيحكي للشاب، البنت ممكن تفيد الشاب اللي بتعرفه، تفيد ابنها اخوها، يعني معلومات عامه بسيطه. وفي كثير ناس بيعملوها بحكم العاده، يعني ما بدهم حدا يعلمهم اياها، بس حلو انها تتفند، يعني انه الواحد يعني يقدر يستوعبها، يعني يصير احسن باللبس. كونه واحد فيه بيكون احيانا بيقدر يشتري اواعي وعنده قدره شرائيه، بس احيانا بفوت بموضوع التنسيق، هون بقى بفوت بالحيط، وما اكثرهم اللي بفوتوا بالحيط. وبنرجع تنسيق الالوان بطريقه صحيحه. لازم الشاب يراعي كذا شغله. اول شيء لون البشره، يعني لون بشره الشاب. يعني طبعا في الوان كثير، في ابيض، في قمحي، في اسود، في برونزي، في اسمر، في اللون بيسموه الحنطي. يعني هي كلها الوان بشره. اكيد كل لون بشره فيه لون يظهر جمال هذا اللون. يعني مثلا حيث يعني بشره الشاب لازم تكون دافئه او بارده. عندنا لونين احنا دائما بالبشره بيقولوا يا ابا نفتحي سيرقوني يا امجد. في بشره دافئه وبشره بارده. شو يعني؟ هلا هون العلم شوي متعمق، بيقول لك انه بس انا ما بقتنع فيه يعني، بس بدي انقل الفكره انه الاعتماد على لون العروق البارزه. يعني نحن فتنا بديتيلز هلا، يعني ما بظن في حدا منا كلياتنا بيطلع عليه انه حسب شو لون العيون بنقدر نعتمد على لون اللبس. بمعنى صباح الخير يا لوليتا، لونهم بيكونوا فاتح كتير البيض، عروقهم تطلع لون نهدي او ارجواني. اللي هو هلا الوشمي اللون بسموه الاندرتون. شو هو؟ اسمه الاندرتون. هلا انا بحكي عروق، انا هيك بحكي. طيب ماشي هلا انا بشرح لك قبل تتخلص. بالضبط. فهلا موضوع اللون في ناس بيكون عروقهم خضر، فهذا اللون هيك حسب الدراسه انه هي اساسي جدا باختيار الالوان. يعني مثلا بيقول لك الازرق والبنفسجي والاخضر تظهر عروق البشره الدافئه، الالوان الفاتحه. اما الالوان اللي بالاصفر والاحمر والبرتقالي بتضيع ملامح العروق، ففي ناس ما بيحبوا يبينوا عروقهم، فلازم يلاقوا لون لما يلبسوه يتناسق. يعني ما بعرف انا اذا وصلنا للديتيلز كثير، انا كوسيم ما بقتنع فيها. انا بقتنع دائما بلون الوش ولون الجلد. اما هاي القصص
يعني بحسها شوي اوفر. هلا بيقول لك كمان لون العيون والشعر، لسه نحن عم نفوت بديتيلز اكثر، انا ما لي دخل طبعا بهذا الموضوع. انه بيقول لك لازم ناخذ لون العيون والشعر بعين الاعتبار عند ارتداء الالوان، يعني لازم تعكس مع لون الشعر او لون العيون. وسيم نحفان، نوقف البرنامج ونرد على ريما. ايه نحفان عامل جولة. فلون العيون والبشرة إلها دور كتير كبير بموضوع اختيار ألواننا. أنا بقول لون البشرة أساسي، لون العيون يعني ما كتير مهم، يعني هي عيون خلقت الله ما فينا نقعد نتحكم فيها. بس حلو واحد مثلا كان لونه غامق شوي حمصي، يلبس لون يظهر جمال اللون الحمصي، مو مثلا يكتم اللون. في لونين بيجوا مع بعض يا جماعة. كان عندنا دكتور بالجامعة الله يسهل له، أول ما يفوت الباب يصيبنا نعاس، يعني لا شعوريا يصيبنا نعاس من الالوان اللي لابسها مع بشرته. في دكاتره كانت تفوت اول ما يفوت يجينا نشاطين، لابس الوان بتشد العين، بتوسع البؤبؤ مشان انت تستمتعي فيه. يعني اللون له علاقه بالانطباع او إنه بنختار إحنا الألوان حسب عروق الإيد هو معلومة صحيحة، لأنه نحن بنستخدمها بالميك اب. هلا لما بدنا نختار أي نوع فاونديشن أو بدنا نختار أواعينا لازم يكون نعرف شو هو الأندرتون. الأندرتون بالبداية هو مش لون الجلد الخارجي، لأنه لون الجلد الخارجي بيتعرض لعوامل خارجية مثل برد وشمس فبيتغير، ممكن إنه يكون في جفاف فبيتغير اللون. هذا أول معلومة بالنسبة للأندرتون. الأندرتون اللي هو التون هو لون الجلد الداخلي، يعني الصبغة الداخلية. هلا في كتير أشخاص بيجيبوا فاونديشن مثلا، رح ندخل نتطرق لمواضيع بس ليفهموا النقطة وسيم لو سمحت. بيجيبوا عمرك لون معك. بيكون كتير كتير مناسب لإلهم بالبداية، بس لما يحطوه على بشرتهم بتلاقوه إنه لا مش مناسب. ليش مش مناسب؟ لأنه أنتوا طلعتوا على الصبغة الخارجية، ما طلعتوا على الصبغة الداخلية للون بشرتكم. هلا كيف بنقدر نميز الاندرتون؟ من خلال عروق الايد مثل ما قال وسيم، كل واحد بيطلع على ايده المفروض يكون في اضاءة كتير قوية وتشوفوا عروق الايد. هلا اذا كان اللون اخضر بنقول انه هذا اندرتونه دافئ، يعني بشرته دافية. هلا رح نحكي كمان كيف بنميز البشرة الدافية من الباردة. واذا كيف؟ كانت باردة بتكون عروق الايد لونها ازرق، واذا كانت يس- معتدلة بتكون بنفسجي، يعني خليط ما بين اللون الاخضر والازرق. بس هلا في شو هن سؤال انواع يا، البشرة؟ تفضل. في سؤال بس اذا انت شفتيه بس احفظيه بس مشان تردي عليه، اللي هو كيف بنختار المناسب مع كرهي للمكياج. يعني قصدها انه تمام اقل شيء انا هي ما بتحب المكياج. خلي السؤال بس ببالك. تمام صباح اوكي الخير فهمت. فينا. تمام. هلا اذا كان اخضر، هلا ما في اخضر وبنفسجي، هو الاخضر والازرق رح يطلع بنفسجي، يعني بشرتك معتدله. فبناء على هذا الشيء بتقدري تختاري نوع المكياج المناسب لإلك، وبتقدري تختاري انه نوع الملابس. بس هلا في ناس بيجوا بيحكوا لنا طب انت بتحكي بشره اللي هو الاندرتون بارد او دافي او معتدل، طب كيف بدنا نقدر نميز ولا نختار الاواعي المناسبه للون بشرتنا؟ في عنا اكثر من طريقه لنقدر نختار هذا الشيء. اول طريقه لنعرف اذا بشرتنا بارده او دافيه او معتدله، في أشخاص وقت يطلعوا بالشمس بتحسوا إنه البشرة على طول بتنحرق وبتحمر وبصير فيها مثل طبع وردية، ما بتكسب اللون البرونزي، يعني بتتأثر.
بشكل سيء. هاي البشرة بنقول عنها بشرة باردة. هاي أول طريقة. أما تمام. بالنسبة للبشرة الدافئة، هي اللي لما بتتعرض للشمس أو العوامل الخارجية بتكسب على طول اللون البرونز أو الأسمر من أشعة الشمس. البشرة تمام. المعتدلة بتلاقوها ما بتتأثر بالشمس. هاي أول طريقة. الطريقة الثانية بتقدروا تجيبوا بمكان برضو ضروري إنه يكون فيه إضاءة كتير لون فضي ولون ذهبي. بنحط اللون الذهبي على نقول على الجزء اليمين، ونحط اللون الفضي على الجزء اليسار الذهبي. هلا إذا كان اللون الفضي بيلبق لبشرتك وما أعطاكي شحوب، معناته أنت بشرتك باردة. أما إذا حلو. كان اللون الذهبي بيلبق لك أكتر، معناته أنت بشرتك دافئة. وإذا كان اللون الذهبي والفضي بيلبق لبشرتك، معناته أنت بشرتك معتدلة. لهون تمام؟ في أي سؤال صبايا؟ حلو. هلأ في شغلة تانية بالنسبة للون الدافئ أو البارد. من كلمة دافئ أو بارد، شو هي الألوان الدافئة؟ الدافئة هي يعني مثل الشمس، أصفر، أورانج، ذهبي، ألوان مزهزهة. أما الألوان الباردة هي اللي بتكون مثل الفضة، التوت الغامق، درجات الرمادي. يعني الوان الصيف تقريبا. ألوان الشتاء هاي يا وسيم، اللي هي الباردة اللي بتكون مثل الفضة والسكني انا والألوان الشتوية. انا حكيت على البرتقالي لما سمعت. اوكي تمام. أوكي، راح مزبوط ابعث لك. كلام. تمام بالضبط. صباح الخير للجميع مرة ثانية بالانستغرام. يلا كملي، انا اسف قطعتك سماح. فنحن بنختار دايما لون اللبس بناء على لون بشرتنا. ومن الأغلاط يلي نحن بتصير معنا وما بنعرف شو نعمل، اللي هي بنختار لون مش مناسب لبشرتنا. فبتكون القطعة اللي انتم مختارينها حلوة بس اللون مش مناسب، فبيعطيكم تغميق للبشرة أو بتصير البشرة مايلة للون الرمادي. سماح طيب هلا انا شو ما بلاقي. الألوان المناسبة؟ في سؤال بس، انا ما بدي اتكاثر عليكي سماح. انا ما بلاقي الذهب حلو بيطلع علي، بحب الفضة. اوكي. بتحب الفضة يعني بشرتك باردة. وانا والله بحب الفضة اكثر من الذهب، او الذهب الابيض بحسه ارقى شوي من الذهب الاصفر. هلا كونه هو بعض الناس كرهونا بالذهب الاصفر. في ناس كرهونا بالذهب الاصفر، قد ما بيلبسوه بشنشطوا حالهم فيه. صحيح. عم يقطع الصوت شكله ولا منيح؟ ألو. معك. مهم. عم بيقطع الصوت ولا سامعتيني؟ لا، أنا سامعتك بوضوح. اوكي تمام يلا. انا اسف عملت هلا مداخلة في سريعة. الألوان القاتلة. الألوان القاتلة هي اللي بتحسيها بتقتل البشرة، بتخلي بشرتكم شاحبة. كيف شاحبة؟ يعني بتكون بشرتك دافئة بتروحي تستخدمي الألوان الباردة، وإذا كانت باردة بتكوني بتستخدمي الألوان الدافئة. تمام خلاص معك سماح. طيب بتحب تكمل ولا أحكي لهم شو هي الألوان تاعت يلا انا باخذ الأندرتون؟ ناخذ اغنية صغيرة وانا بكمل
عندما يختار بعض الملابس اتباع أسلوب الشارع والموضة حديثا. يعني لازم يراعي هاي الناحية بكل الأحوال. يعني نحن لازم نمشي بالشارع مثل ما الناس تلبس، ولكن بما يتناسب معنا ومع شخصيتنا، مع عمرنا، مع عاداتنا، مع تقاليدنا. ما نكون كوبي بيست عن أي شيء بنشوفه أو أي جسم أو أي شخص لابسه. فيقول الكاتب هون يجب الاستعانة ببعض العناصر الصغيرة والإضافية عند تنسيق الملابس، والتي بدورها تضفي جاذبية وأناقة خاصة على مظهر الشاب النهائي. مثل وشاح، يعني نحن بنقول له لفحة أو لحشة، ما بعرف، بالأردني بيحكوا له لفحة، بالشام نحكي له لحشة، بمكان تاني بيحكوا له مثلا وشاح. تمام. فهذا الشيء بيعمل يعني شوية أناقة، مو شرط تكون شتوية، يعني ممكن تكون من الكتان أو القماش، بسموه وشاح مثلا. هذا مثال، يعني ما بدنا ناخذه قاعدة. آه، وبيقول كمان إنه أو قبعة لطيفة مثلا، مثلي أنا، يعني جدلا قبعة لطيفة أو ربطة عنق بلون مميز. يعني أنت لابس بدلة لون معين، حاول ميزها بلون بعيد عن كل البدلة. هذا بيعطي كثير أناقة ولفت نظر. يعني إحنا نتماشى كمان مع الناس اللي برا. وبيقول لك مثلا يعني ممكن كمان يعني تعمد ارتداء الأحذية الرياضية مع الأزياء الرسمية كالبدل والسترات. هي صارت موضة جديدة إنه نلبس بدلة رسمية وبوت رياضة. يعني أنا ما شفت فيه ضرر منها، يعني لطيفة الشغلة. كسر روتين، سهولة حركة، بتحس الشخص اللي قدامك إنه فعلا هو يعني إنسان نشيط إذا كان لابس بدلة وبوت رياضة. لأنه مجرد نحن بنشوف الحذاء الرياضي، أول شيء بينتابنا إنه الشخص رياضي، حرك، بنطوة، مثلا شوية شخصيته بسيطة، ما بيكون مثلا بحسسك إنه هو لا كثير رسمي رسمي رسمي. أحيانا. انتي انا وخلصت. وبيقول بعدين قال ارتداء الملابس والقمصان ذات النقوشات غير التقليدية أو المطبوعات المميزة التي تحمل طابعا جريئا. يعني في أشياء بنقدر نتقبلها، نقشة معينة، رسمة معينة تكون غريبة عن اللي تعودنا عليه. يعني في أشياء حلوة وفي أشياء أكيد أبدا ما بتناسب إنه نلبسها، لأنه في عبارة عن كلمات وأنتم بتعرفوا أنا شو قاصد، أو أشياء أو صور. فبنلاقي ناس لابسين شيء مو فاهمين شو لابسينه، وللأسف بيطلعوا بصور كثير أشياء يعني لا بتنقرأ ولا بتنفهم، ولا يمكن أحيانا تكون من عاداتنا أو من تقاليدنا. آخر شيء بقول عدم التأنق دائم وارتداء بعض التيشيرتات غير المطوية للظهور بشكل عشوائي. يعني اتباع أسلوب الشارع. يعني هي بالشباب أظن بتزبط وصارت موضة إنه بعض القمصان أو التيشيرتات صار يطلعوها من النوع اللي هو ما في داعي ينكوى، يعني مجعلك شوي كذا، بس للشارع نحن عم نحكي، للشارع. واللي عم تقول بوت الرياضة مو مقبول دائما، للأسف هو صار موضة هلأ ما فينا ننكرها. وما لقيتها بتنتقص من شخصية الرجل إنه يلبس بوت رياضة على بدلة. يعني لطيف الموضوع، ما كتير حسيته واو مثل اللي يلبس بنطلون ضيق مثلا أو قميص ضيق. لا، البوت رياضة يا محلاه قدام الأشياء الثانية، صح؟ ومنعود لآخر شيء. أنا ضل عندي فقرة واحدة، هي كيف نرتب الأواعي وكيف الشباب تكسر روتين باللبس. هدول نحكيهم بعد ما سماح تخلص. نستنى سماح جاهزة؟ جاهزة. يلا بلشي يا ست سماح. هلا أنا رح أحكي لكم عن الألوان اللي هي بتكون أندرتون بارد وأندرتون دافئ لتقدروا تختاروا الألوان الصح. هلا يلي بشرتها بتكون أندرتونها دافي، هي بتختار الألوان يلي مايلة للون الأصفر، اللون الذهبي، اللون الأورانج، اللون الأحمر أو العنابي أو الياقوتي، اللون البني، أو اللون الأسود أو اللون الفسفوري طبعا من جميع مشتقاته. هاي الأندرتون الدافئ. أما الأندرتون يلي بيكون بارد بنختار ألوان الموف بكل درجاته، أو الأزرق بكل درجاته، أو البنفسجي بكل درجاته، أو الرمادي والسيلفر. هلأ كيف بدنا نختار الشيء المناسب لأجسامنا؟ نحن حكينا في بداية الحلقة إنه في عنا 5 أنواع للجسم. رح نبلش بالتفاحة. تمام.
هلا شكل التفاحة جسم المرأة يلي بيكون مثل التفاحة هو يلي بيكون ممتلئ من الأكتاف والخصر، يعني بتحسوه مثل البيضاوي، بتحسوها نعم، هيك مثل الدائرة من فوق، وبتحسوها من تحت رجليها لحال، يعني بتحسي هذا اللي كرة منتشر دائرية أو اكثر منتشر اكثر شيء هذا. هذا بيكون يعني كتير الجسم دائري من فوق. هلا كيف بنقدر نختار لجسم التفاحة ملابس مناسبة؟ لازم إنه نختار اللون الغامق وما نختار اللون الفاتح، لأنه اللون الفاتح دايما بيظهر الشيء، فوقت تختاري لون غامق بيخفي. ولازم ما يكون لا مخطط ولا مزغرف، لأنه الأشياء اللي مخططة إذا كانت بالطول رح تعطيكي طول بزيادة، وإذا كانت بالعرض رح تعطيكي بالعرض. إذا بدنا نختار الأشياء المخططة رح نختارها من النصف الأسفل لتعطينا عرض، ليه؟ لأنه هي من فوق آه، إجمالا عريضة، فما رح نختار خطوط، رح نختار شيء رح نختار شيء سمبل وغير مزخرف. ومن الأسفل لا، رح نختار مخطط لتعطينا عرض. بس شو بنقدر نعمل لتكون إطلالتنا مميزة؟ بما إنه إحنا لابسين بلوزة سودا، بنقدر نستخدم إكسسوار ملون. تمام تمام هلا تمام بالنسبة تمام. في باذنجاني وفي فاصوليا، في غدا عندكم اليوم سيدة سوسو. معزومين. حلو. هلا بالنسبة للصبايا اللي شكل جسمهم على حبة إنجاز أو كمثري، أنا بقول له إنجاز، هو إجاز بس نحن بنقول إنجاز. هذا بيتميز إنه كتافه كتير بتكون ضيقة، وبتكون الأرداف أكبر، يعني من فوق ضيقة كتير كتير ومن تحت أعرض. فكيف بنقدر نختار لبس مناسب؟ لازم نختار شيء فيه خطوط عريضة من عند الكتاف، لأنه الخطوط دايما بتعطينا شكل وهمي إنه الكتف عريض، خط مستقيم، خطوط بتعطيكم عرض. ومن الأسفل لازم تكون ضيقة من عند الخصر ومن عند الأرداف واسعة لتصغر المنطقة. ليه؟ لأنه نحن حكينا شكل الإجاصة من فوق بتكون نحيفة ومن تحت بتكون عريضة، فنحن بدنا مم. شيء يعطينا عرض من فوق ويخفي من تحت. ولوليتا عم بتقول، يعني برأيي عم بتقول أنا ما عندي قناعة إنه الألوان مخصصة للأشخاص، ممكن طريقة دمج الألوان مع الميك اب بهالقصص بتلعب دور. هلا هي حالة استثنائية أنا برأيي، مزبوط كلامها، بس يمكن نحن عم نحكي بشكل عام. يعني في ناس مثلا ما بدها توصل لمرحلة إنه تدمج الميك اب كامل مع اللبس، فالأسهل إنه يختاروا شيء بيناسبهم. يعني مثلا أنا عم بحكي رأي شخصي، ممكن كل قاعدة لا استثناء أكيد. موديل بيكون على الكتف صح، اوكي، لو سمحتوا ابعتوا لي شير وقت البث لانه بنحب نتابع. شكرا يا سوسو. هيدا الموضوع مستحيل نعمل فيه، اكيد نحن عم نحكي يا لوليتا دائما الحكي بيكون بالعموم. بالعموم يعني انه انسان طبيعي لونه كيت هذا بيلبق له، بعيدا عن كل المدخلات، المكياج والالوان، يعني العموم. هلا اكيد ممكن وحده لونها سمراء تلبس الوان فاتحه مع شويه ميك اب، مثل ما بنشوف بتبعات عرض الازياء، هذا اكيد شيء ثاني يعني. وصلت؟ يلا نكمل مع سماح. هلا او بالنسبة اطلعي معنا لوليتا ثاني مره. كملي، اسف. بالنسبة للأشخاص يلي شكل جسمهم على حبة إنجاز، بما إنه نحن قلنا إنه من فوق بيكونوا كتير نحاف ومن تحت بيكونوا كتير سمان، معناته ما رح نستخدم البلاطينة يلي بتكون ضيقة الجينز، لا رح نستخدمها يلي بتكون سحبة واحدة، لأنه نحن ما بدنا نعرض. هلا إذا كان صح. ضيق البنطلون لا رح يبين هذا الشيء ورح يبين الغلط الموجود. هلا في عنا جسم تاني واللي هو جسم المستطيل، بيشبهوه دايما بالموزة أو المستطيل. الجسم المستطيل باختصار هو بيكون عرض الكتاف موازي لعرض الأرداف، وهذا يعني بيكون نسبته أساساً 64% من الأجسام المنتشرة بين الناس فعليا، بس عم وهذا أكد الجسم المعلومة بيقولوا يعني. له جسم رياضي بالعادة، لأنه بيكون بالضبط. الإنسان يعني صح. بيشتغل على حاله، جسم رياضي. هلا شو الشيء اللي صح. بنقدر نستخدمه ليكون مناسب؟ بنقدر نستخدم فساتين يكون فيها ثنيات أو كسرات لتعطينا حجم أكبر للأرداف، تكبر الأرداف، وما نكون مثل السباجيتي يعني نكون طوال هيك، طوال طوال، لأنه بيكون الطول ظاهر. ونستخدم، وين بتطلع يا وسيم؟ كم- نستخدم نستخدم ملابس فيها طبقات، يعني بتكون فيها كسرات، ما بعرف شو بتقولوا لها، نحن بنقول كسرات، في ناس بتقول طبقات، عشان مم. تظهر جمالية الخصر. ليه؟ لأنه بيكون الخصر مثل يعني كتير كتير نحيف، من الكتاف عراض، الأرداف عريضة. تمام. والله يبسطكم يا رب ويديم البسمة على
وجوهكم. طيب يلا انا بدي اكمل هلا بعد الفاصل، الموضوع يضل فيه يلا شوي كمل بيخلص. لنكمل بعدين الجسم انا هذا الكروي الموضوع اللي بدي والجسم احكي فيه، هلا اللي بدي احكي فيه هذا موضوع مشترك اكيد بين الرجل والمرأة، يعني هذا الشيء مشترك هلا بنكمله مع بعض ومفيد جدا. انا مني وعلي بتبعه من زمان يعني، للامانة من زمان بتبعه، هلا بنحكي عنه. عن جد شكرا سماح للمعلومات المبسطة، وبنتمنى أي حدا دائما عنده أي مداخلة أو أي شيء بيقدر يطلع معنا يفيد معلومة جديدة، بيقدر يكتب معلومة يعني جا با 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 با. منيح اللي جبت سماح معي اليوم. لحظة شوي والكم إذا سمحت، هديل كاتبت لنا سماح أنا في عندي لبسات إجباري لازم ألبس شال كموني أو درجات من درجات الأصفر، بس بحسه مو مناسب. شو الحل؟ هلا شوفي إذا أنت بتلبسي درجات الأصفر أو الكموني معناته أنت بشرتك بتكون مش مناسبة، بتكون بشرتك باردة لأنك أنت بتقولي مو مناسب. تقدري تكسريه بالدرجات الثانية اللي هي بدائل. بتحبي أعطيك البدائل؟ هلا إذا بشرتك باردة حسب اللبسة إحنا قلنا الدرجات ممكن تلبسي سيلفر، ممكن تلبسي زهري، ممكن تلبسي وردي، يعني مش ضروري كمونة. اكسري اللون، اعملي تدرج بالدرجات، أو تستخدمي فاونديشن يكون مناسب يخفي هذا الشيء إذا حلو مضطرة. حلو كل حلو حلو. العافية. العود الفرنسي. وانا برجع بكمل موضوعي المشترك حاليا بين الشاب والمرأة او الرجل والمرأة، هو تنظيم الملابس بطريقة تسهل اختيار المناسب لها. يعني بدل ما نوقف كل يوم ساعة قدام المراية نتأمل، او قدام الخزانة اسف نتأمل وننكت 3/4 الخزانة لندور على قميص بدنا اياه او تيشيرت او بنطلون، او اتركونا الجرابات. نحن مقتنعين انه الجرابات دائما في عمليات بحث مستمرة عن الجرابات، بس الأواعي يعني حلو كتير تترتب بطريقة إلها دور كتير كبير ما حكيتوا عنه، شو بيلبق للمحجبة. هلا حكيت نحن نحكي شكرا للملاحظة يا نعوم. سماح حطي ملاحظة عندك شو بيلبق للمحجبة. وأنا بدي كمل موضوع ترتيب الملابس. أول شيء دائما الرتابة مثل ما بيقولوا صحة الإنسان تبدأ من معدته، أكيد من معدته. الأناقة تبدأ من خزانته، من خزانته. أوكي، يعني في طرق معينة نرتب الأواعي بعيدا عن التكلف، بس بطريقة حلوة تسهل يعني عملية نتناول الكنزة من جوا. ما في داعي نفوت نغوص نطلع 3/4 الخزانة ويفوتوا بقلب بعض ونلاقي الكنزة ننسى يضيع البنطلون. هاي القصص يا ما شفناها بعيننا. تمام، حلو كتير. اول شغله نحكيهم على السريع على السريع على السريع، لانه هدول كثير محبين. مناح شو كاتبه انت؟ طبعا عندي مشكله كل الالوان تلبى علي، شو اعمل؟ انت كل الالوان تلبى عليكي يا ربي. اللهم لا حسد، اللهم لا حسد. اول شيء الاحتفاظ بالملابس التي تثير اهتمام المرء، يعني دائما بنخلي الاواعي اللي نحن بنحبها شخصيا بالوش، يعني ما بنحطها بايدي مشان انه في متناول الايدي. ثاني شغله بنخزن ملابس بناء على المواسم. طبعا كل امهاتنا وستاتنا وازواجنا وزوجاتنا بيحطوا الصيفي لحال والشتوي لحال، وفي ناس بيوصلوا مرحله بيحطوا الخريفي. يعني هاي الاشياء نحن اصلا متعودين عليها. الشغله الثالثه في اواعي عندنا بتيجي معلقه، حلو نرتبها حسب اللون. يعني بلشنا مثلا باللون الاسود رمادي، تدريج الالوان بصير لما بنطلع بنعرف انه هذا البارت اسود، ما في داعي يكون اسود احمر ازرق اخضر بنفتحي سيرقوني فسفوري. هاي بتتعب العين باختيار الاواعي. اما اذا كانت اواعي مرتبه بالتدريج هي شغله اكيد ما لها مكلفه ابدا ابدا. نحط اسود جراي كذا هيك لما نوصل للالوان، يصير الواحد اول ما يطلع على مكان اواعيه بيقدر يختار اللون شو اللي بده اياه بكل سهوله. يعني هي شغلات بسيطه جدا بتريح الواحد بانه يكون انيق اسرع. رابع شغله والمهمه طبعا نحن الحكي للعام، طي الملابس وترتيبها بشكل انيق ومرتب على الرفوف حسب. هون اواعي رياضه، هون تيشرتات، هون مثلا خلينا نحكي شورتات، هون مثلا طواقي. يعني ما في داعي البنطلون بقلبه تيشيرت فوقه كنزه عليه جاكيت تحته منشفه. يعني هي شغلات في ناس كثير بتعملها بس انه مهمه. يعني نفتح الخزانه لو ما عندنا اواعي كثير، الترتيب بحد ذاته بيعطيك شعور نفسي انه انت يعني بسرعه يعني تختار الالوان. هلا في ناس ممكن يحطوا اواعي يعني انا مثلا انا يعني انا حاط اواعي الشغل لحال،
هدول الاواعي اللي انا ممكن يعني بعتبرهم استغني عنهم، انه اذا خربوا مثلا بالشغل او انشقوا او تصفوا ما ازعل عنهم. اواعي الطلعه دائما بخليهم لحال، هدول لا ممنوع يطلعوا الشغل ابدا، هدول لانه مثلا بيكونوا جداد. اما القديم لا بنحطه على جنب، بسميه يعني انه هذا للطلعات للرحلات للسيارين لا 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 الى اخره. وانا بعتمد خلال تعليق ملابسي حسب طول القطعه. كمان بصير هي فكره حلوه، نعتمد على التعليق من الطويل للقصير، كمان فكره حلوه كتير. شكرا يا لوليتا، صباح مدينه الخليل. الترتيب مهم بكل شيء اكيد، اهم شيء اهم شيء مثل المطبخ، الست لما تفوت على مطبخها اذا كان كل شيء مرتب بتلاقي اغراضها بكل سهوله. اما اذا كان اشيائها غير مرتبه بتتعذب الطبخه، بتاخذ معها وقت اكثر. حتى اذا حدا فات يساعدها بده كتالوج ومينيو ليفوت على المطبخ، وهي بالتالي لما يفوت جوزها على المطبخ بيقول لها انا ما بدي افوت على المطبخ. هو مو لانه ما بدي يفوت على المطبخ، هو لانه اصلا لو فات على المطبخ ما راح يعرف يلاقي شيء. الشاي محطوط بأطرميز مكتوب عليه ملح، والملح محطوط بأطرميز البن، والاصفر محطوط بعلبه البهارات. يعني لا تلوموا الزلام لما يفوتوا على المطبخ تقعدوا تضحكوا عليهم. رتبوا حالكم رتبوا حالكم رتبوا حالكم، والله بيطلع منا كثير بالمطبخ، اشطر منكم بكثير. علبة الشوكولاتة فيها خيطان ودبابيس، واحد نفسيا بشوف العلبة بتهيأ طبعا خليلية يا خالي. تفضلي ست سماح، معك المايكات كلها. والو الو، يا مرحبا يا مرحبا، هلت عليكم انوار الكهرباء. نرجع يا لطيف، لنكمل. نورك 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 غطى على الكهرباء. تفضلي تفضلي. بنرجع هلا، ضل عندنا جسم الفراولة أو المثلث، وضل عندنا الجسم اللي هو على ساعة رملية، وضل عندنا شغلات تانية أنا رح أضيف لكم بعد إذن وسيم. طبعا رح ناخذ من وقته شوي لأنه بتعرفوا إحنا الصبايا حكينا كثير يعني. هلا بالنسبة لجسم الفراولة قلت لكم هو بيكون شكله تقريبا مثل المثلث، يعني بتكون الأكتاف عريضة ومن تحت بيكون نحيف بالنسبة للفخذين. هذا بيلبق له البلايز يلي بتكون أقمشتها كتير ناعمة، ما بيزبط عليه إنكم تيجوا تلبسوا قطعة كتير تقيلة، لأنه كل ما كانت تقيلة رح تعطيكم عرض بالكتاف أكتر، وبيزبط عليه الخصر العالي. سماح شو أما قصدك بالنسبة بتقيلة يعني؟ سماح بس سؤال، تقيلة يعني للتقيل قصدك إنه تقيلة؟ في بس قطع في بتكون تقيلة، ناعمة مثل السيفون، بس لو دقيقة وبتكون لوضح نفس الفكرة، القطعة نحن بالضبط. بيقولوا قطعة تقيلة إنه هي مثلا إنه فخمة. لا، تقيلة مش فخمة، تقيلة سميكة قصدك؟ بتختلف. سميكة. سميكة، أيوة سميكة، أوكي آه، تمام، بس للتوضيح عشان ما حدا تمام. يعني ناخذ خطية حدا يروح يفهموا كلمة تقيلة شيء ثاني، بس إنه للتوضيح تكون سميكة يعني مو من القطع ال ما بيزبط القطعة السميكة اللي بتكون خامتها مثل الشتوية، عشان تفهموا قصدي، انه نعم تكون او القماشة نعم. مش سعر هاي القطعة ثقالة. السماكة يعني لو عندي قطعة تقيلة كان فرجيتكم، بس ما عندي. كملي سماح. تمام. اما بالنسبة معك. للجسم اللي بيكون على شكل ساعة رملية، اللي قلنا الكتاف بتكون موازية لحجم الأرداف وبيكون الخصر صغير، وهو هذا الجسم المثالي. هاي الملابس لازم تكون ناعمة الملبس. بنقدر نستخدم على زمان. البلاطين اللي بتكون ضيقة، ومن أسفل بتكون واسعة لتبين تضاريس الجسد، لأنه الجسد هذا هو أصلا المثالي. فبنقدر نظهره بأي شيء بدنا نلبسه، سواء لبسنا ضيق أو لبسنا واسع. وبنقدر نلبس كمان التنانير القصيرة لتبرز جمال الساقين. هلا الشيء اللي راح أضيف لكم إياه بالنسبة لللبس، في شيء اسمه الحذاء المناسب لكل لبسة. في مثلا وحدة اوه رايحة لسه هذا موضوع للأعمال. كثير مهم الحذاء. تمام. مهم جدا. ضروري جدا إن نستخدم الحذاء المناسب.
ضروري جدا نستخدم الحذاء المناسب. مثلا وحدة رايحة على حفلة ممكن إنها تلبس كعب عالي، بس مش ضروري إنها تكون تمشي وهي بتعرج. ضروري إنه يكون الكعب مريح لإلك، لأنه هذا الشيء رح يأثر على مشيتك. أو مش ضروري بنص الحفلة والله تلبسي فستان بجنن وكعب عالي بنص الحفلة عشان تدبكي تشلح الحذاء لتكملي رقص مع الصبايا. وهذا الشيء مثلا كثير من شبه منتشر مثلا يعني. مع اني انا يعني في سؤال بدي اسالك اياه، كونك يعني اول مره خطر ببالي، يعني هو يعني عادي فيك تجاوبي عليه وفيك ما تجاوبي براحتك، يعني براحتك. ليش في ناس يعني بس يلبسوا كعب عالي تمام بتكون مشيتهم حلوه هيك مستقيمه، اوكي. في تمام. ناس سبحان الله يعني ما بعرف هي مشكله بالكعب او انه ما بيصير يلبسوا كعب، بتكوني عم تمشي بتلاقي دائما في مكان معين بالمشي الكعب بيعمل هيك، هي ماشي، يعني هذا اللي شو هي مش السبب برايك ست بينزل سماح؟ بس. مظبوط. شو هي؟ لكن الصوت بيجاوب. هيك سامعتيني؟ الو؟ أنا ليكون تليفونك سامعتك حمي بس الصوت يا بيجاوب. لا لا، الصوت ما عم يزبط. هيك الصوت ما بعرف، الصوت بيجاوب. لحظة شوي. انا سامعك، راحت اتوقعت يمكن التليفون حمي عندها. المهم يا جماعه من هلا بردي التليفون شوي يا سماح، يمكن يكون حمي، احتمال. انا يعني انا موطي الريزوليوشن كثير مشان ما يضل يحمى. في ناس بتصير تمشي مثل الكنغر بالكعبل، انا ما عم لا انا بصراحه مو قصه التنمر. انا الفكره بس انه يعني انه هذا الشيء انه بيقدر الانسان يلاقي كعب يتناسب مع مشيته، انا هذا اللي بيوصل له بالاخر. مو انه ما بيصير، لا انه ممكن تلبس كعب يتناسب مع وزنها مع مشيتها، لانه ممكن 9 سم ما تزبط، ممكن 4 سم الطف، يعني مو شرط تطلع طولك 180 بالحفله. هاي بدي اوصل لها، انه ورجعنا مو من الشطاره جديد بالكعب. وجديد. شو هو؟ رجعنا من جديد. ايه عيد لي بنرجع السؤال. بالضبط انا. ايه تفضلي. السؤال اللي سألته شو هو؟ انا كنت عم بحكي عن موضوع الكعب العالي، انه في ناس لما بيلبسوا كعب معين مشيتهم كلها مم. بتتغير، بتلاقي الكعب يعني حتى انوثه الكعب بالمشي بتروح. يعني نحن بنعرف دائما المراه لما تلبس كعب من باب اضافه تمام. انوثه زايده على المشي، فبتلاقي في ناس مشيتهم ما بتكون ظابطه بالكعب. هل هذا الشيء انه تمام. له دواء، له مثلا طول كعب معين، او انه لا الكعب ما لازم يتناسب مع الوزن، مع المشي طبيعتها مثلا يعني؟ لا لا، هلا هو لأكثر من سبب. السبب الأول ممكن يكون بسبب الوزن، مع إنه في كتير بنات وزنهم بيكون تقيل وبيلبسوا كعب ومشيتهم كتير مثالية. السبب الثاني إنه في صبايا أصلا لما بيمشوا بيقولوا مشيتها رجالية بتدج دج على الأرض، يعني وقت تمشي حتى لو إنها ما لابسة برجلها بتلاقي صوت الرجل بيخبط على الأرض. حلو. وممكن يكون في عندك مشاكل بالركبة، فوقت تمشي بتحس الركبة بتطعج أو بصير حلو. فيها آلام، حلو. فبتبين المشي. فهم هدول الثلاث جميل. أسباب الرئيسية. ممتاز، يعني كان وممكن سؤال إنها تكون بمكانه. الرجل، الرجل ممكن تكون ما بعرف شو بتقولوا لها، إنها بتكون مسطحة من تحت، ما بيلبق لها الكعب آه العالي لأنه فلات، فلات أو بيحكوا لك، إنه يعني فلات تقريبا، فلات ايه. لازم إنها فلات تكون مزبوط. تلبس. هلا الكعب صح. العالي إلا إذا لبست الروكي اللي هو بيكون مستقيم. هلا إذا لبست الكعب اللي بيكون مطعوج ببين عليها. هلا نعوم عم بتقول قال ما خص الطول بالكعب، لازم تكون متعودة عليه، يعني ممكن لا انتوا لا، ادرى يعني الطول ما له بصراحة. دخل، نحن ما قلنا عن الطول، قلنا عن الوزن. في ناس عندهم وزن بالضبط. وبيلبق لهم الكعب بيزبط. بالضبط، يعني ملاحظة كانت مهمة جدا، يعني كل واحد حتى موضوع الكعب العالي لازم نكون دقيقين باختيار ما يناسبنا. يعني احيانا الكعب و... الرفيع له ناس، الكعب العريض شوي بيريح بالمشي اكثر. فانا رايي دائما انه الاناقه ما بتكمل من جزء واحد، تكمل كامل من تحت لفوق، هي الاناقه انا برايي. فهلا السؤال اللي بدي اطرحه هلا قبل ما نحن طولنا 5 دقائق بس بدنا نكمل. في شغله لازم نميز بيناتها. في شيء اسمه اناقه وفي شيء اسمه ذوق. هلا الذوق شيء والاناقه شيء. هلا حدا بيقدر يميز بيناتهم؟ هذا السؤال دائما انا بساله. اغلب الناس ما يعني مع احترامي للكل المصطلحين بفكروهم انه انيق ومزوق، لا ما في، هو يعني هن مصطلحين بعاد عن بعض. المزوق شيء والانيق شيء. الاناقه شيء مكلف ماديا، والذوق شيء بيكون مع الانسان ضمن امكانياته. يعني ببسط الموضوع، انا ممكن البس لبس اليوم كثير يكون بسيط وماله غالي، والناس كلها تقول انه فعلا مزوق وحلو لطيف. هلا موضوع الاناقه فتنا بتفاصيل كثير دقيقه. يعني ممكن الاشارة له دور، الساعه، الجرابات، الجرافي، النظاره،
كل شيء بيكون من براند نيم. هي اسمها أناقة. يعني الأناقة فعليا مكلفة. هي حلوة، ما بنقول إنها مو حلوة، بس مكلفة. نحن دائما الجماعة البسيطين، أنا بحكي عن حالي، بنروح على الشيء اللي اسمه الذوق. كيف الذوق؟ بناخذ شوي من الأناقة، وبالمقابل ضمن إمكانياتنا وعاداتنا وتقاليدنا والبيئة اللي عايشين فيها، نختار أواعي تناسبنا قدر المستطاع، اللي حيث إنه بس نطلع قدام الناس يطلعوا علينا يقولوا فعلا هذا الإنسان مزوق، لبسه حلو، لابق له كذا. من هون بيجي الانطباع الأول إنه والله لبسك حلو. يعني بعيدا عن المجاملة يجي حدا يضحك علينا، نحن مبدئيا فينا نوقف قدام المراية رجالا ونساء، مو بس عم بحكي عن نساء، نقدر نقيم حالنا. يعني مو معقول انا اليوم بدي البس بنطلون، بدي اوقف قدام المرايه، سوري بالتعبير، يعني انه والله بين البنطلون ضيق، ما بدي اقول انا الي بطن او لا، جسمي طبيعي بس البنطلون ضيق، يعني واضح انه ضيق، يعني انا لابسه بالزور. لا ليش؟ لانه حلو. لا مو هيك. هذا الشيء اللي نحن عم نحكي فيه، بنزل كل الاناقه واللبسه تبعك، لانه القطعه فعليا لا تناسب وزنك او لا تناسب شكلك. يعني انا لليوم ما اقتنعت بشيء اسمه مثلا انا كوسيم بنطلون خصره ساحل، ما حسيته بناسبني، فمو شرط اني انا مثلا رجعي، او مو شرط انه ما عاد في اواعي ابدا البسها، لا، لسه عم باخذ اشياء اللي بتناسبني. ليش؟ لانه كمان اللبس بيعطي انطباع. ما فينا ننكر حالنا لما نفوت على مكان او نمشي بطريق او نطلع بالسوشيال ميديا او نقعد مع ناس او نستضيف او دائما اللبس له انطباع. المرأة فيها من لبسها توحي للناس انها هي طالعة بقصد الاناقة او طالعة بقصد الاغراء، هذا الشيء واضح. وكذلك الشاب، يعني ان كان في شباب تحب تفتح قميصها فني حرين، بس كل واحد له ستايل لبس يعني حلو. انا بدائي دائما اهم شيء الشيء اللي بقلنا ويتناسب مع عاداتنا وتقاليدنا، لانه احنا بمرحله معينه ان كنتي مراه او رجل يمكن حدا يشوفك بالطريق يعجب فيك، يعتبرك قدوه. فحلو من سن سنه. يعني انا بعتبر حاليا بطلع هون ان كان اولادي او اولاد حدا او حدا شافني، يعني حلو نقدر قدر المستطاع، ما لنا انبياء، نعطيهم عادات حلوه باللبس، بالشكل، بالقعده، بالملافظ اللي بنستعملها قدام الناس. هلا نحن كلنا على جنب بنمزح وبنقيم وبنحط وبنخبص كلياتنا، بس قدام الناس في حديث معين. مثل اللبس، اللي بيلبس بيته شكل، واللي بيلبس قدام الناس شكل، واللي بيحكي بينه وبين اصحابه شكل، واللي بيحكي قدام الناس شكل. يعني الناس ما عم تقدر تفصل. انا مثلا بيجي حدا بيطلع لك على بدي احكي هيك بشوي بالسوشيال ميديا، بيطلع لابس مثلا فانيلا فرضا، يا اخي هي مو حريه. انا رايي الشخصي هي مو حريه. انت لو فاتح لايف او عم بتصور وانت على البحر، يعني وراك ناس على البحر، بيمرق الموضوع بسهوله لانه وراك بحر. اما انت طالع قدام ناس قاعد ببيتك، ما لهم مضطرين الناس يقعدوا معك بالبيت، قاعد فانيلا مثلا لابس لبس بخص البيت ان كان شاب او بنت، بيجامه بيت. يعني هاي الاشياء ما بعرف صرنا نفوتها بموضوع انه انا حر بدي اعمل اللي بدي اياه. لا، هي مو شغله حر. والناس اللي شايفه هذا الموضوع من باب الحريه، لا هو مو حريه، هو اسمه ناس مو عارفه تلبس ولا عارفه تتصرف. حلو، لكل مقام مقال. انت طالع عم تسجل، احترم الناس اللي طالعه. انت قاعد على البحر حر يا اخي، البيت حر، ما حدا له عندك. بس لا يعقل انا قاعد ببيتي او فاتح لايف ولا طالع بفانيلا. يا ريتها حتى الكت تبع اللي بيلبسوه هذا تبع السله حلو، بنقول تبع رياضه. اما موضوع انه نطلع باواعي البيت قدام الناس، ما بتصور هاي حريه ولا اسمها ديمقراطيه ولا يعني من ثقافتنا. يعني نحن حتى بعادتنا قاعدين بالبيت، بيجي عندنا ضيف يعني اذا كان مقرب جدا ممكن نستقبله باواعي البيت، اوكي، ان كان رجل او مراه. ضيف جارنا، لا، جارنا ممكن لا بس قميص مثلا. ليش؟ يعني ادبا كل رجالنا هيك، وهيك ابي ربي، وهيك عمامي، وهيك اخوالي. لا والله فات الجار البس قميص تكتب، ما حلو، عيب احتراما. فهذا الموضوع نحن غاضين عنه كثير. انت على اللايف يا عزيزي المواطن، الناس مو جاي عندك على البيت، ولا كلهم تعرفهم، ولا كلهم قرايبينك، ولا كلهم اصحابك، ولا انت طالع كانك بمكان عام. اذا هذا لبسك بالمكان عام، فيعني تلك مصيبه اخرى. انا طولت الحديث. جهزي حالك سماح للنهايه. هذا موضوع ثاني كنا نحكي فيه، بس هو انا تطرقت له من باب انه اللبس قدام الناس يكون مناسب للناس تاخذ عنك انطباع. ما بعتبره بلا باي شكل انه والله عادي تطلع باواعي البيت قدام الناس. ما انا بالنسبه لي ما بحس انه لا، يعني ابدا مو وارده، وما مرت علينا من لما وعينا على الدنيا حتى الممثلين اللي كنا ربينا على اساميهم
والفنانين والمطربين كلهم دون استثناء، هدول الكبار ما عمري انا شفت حدا منهم طلع بهالشكل، لانهم كلهم كانوا عندهم ستايل معين باللبس، بالاناقه، هلا ممكن تكون صوره عفويه تمرق بين 100,000 صوره، اما بشكل مستمر دائما 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 الموضوع بصير كثير زياده. جاهزه سماح؟ جاهزة. يلا نختم مع ست سماح. تمام. هلا بالنسبة لللبس، النصيحة اللي رح أنصحكم إياها، إذا ما كنتي مقتنعة بالشيء اللي رح تلبسيه لا تلبسيه عشان تعجبي غيرك، لأنه هذا الشيء رح يبين على لغة الجسد عندك. ضروري جدا أنت تلبسي الشيء اللي أنت مقتنعة فيه، مش عشان تعجبي غيرك، لأنه غيرك إذا بده يعجب فيك رح يعجب فيك ببساطتك وبطبيعتك بدون تكلف. شغلة تانية، مش ضروري لما تروحي رح أتطرق لمواضيع تانية وسيم لو سمحت، يعني رح ناخذ من وقتك شوي بس إنها شغلات مهمة. مو ممكن مشكلة إنه معنا في 5 اللقاء دقائق. الأول، ممكن باللقاء الأول إنه إذا كان في مقابلة، مثلا بتحسوا إنه البنت كتير كتير بتبالغ بلبسها، أو إنه بدي بعجبه. طب أنت مش ضروري إنك أنت تعجبيه، ليش ما هو يعجبك؟ أنت مش حقل تجارب لتعجبي غيرك. دايما البس الشيء اللي أنت بدك إياه عشان الناس تعجب فيك. كوني على ثقة تامة إنه كل النساء جميلات، بس اعرفي وين الأشياء الحلوة فيك وابرزيها. الأشياء الحلوة فيك ممكن تكون مش خارجية، وممكن تكون نعم الدليل على كلامي، في كتير بنات بتلاقوا أنفهم كبير وعيونهم صغار وبشرتهم سمرة وفي بوجههم حب، وبس تحكي البنت بينشرح قلبنا. ليه؟ لأنه في عندها جمال ربنا معطيها إياه، ما بعرف كيف. في ناس لا، بتحس أسنانهم جاذب اسمه. حلوين وعيونهم حلوين وبشرتهم حلوة، بس لما بيحكوا بتحس النفسية الداخلية البشعة ظهرت على شكلهم الخارجي. هذا أول شيء. وبالنسبة للحذاء شغلة بسيطة، إنه حكينا إنه الحذاء دايما بنختار الشيء المناسب، بما إنك أنت رايحة للعمل فأكيد ضروري تلبسي شيء مناسب. وبالنسبة لأواعي الصلاة، إن شاء الله الله يا رب بيعطيكم الصحة والهنا والسعادة والراحة والخير. والله أواعي الصلاة لنتعبد فيها، أواعي الصلاة لا للسوق ولا صح للمشاوير، لأنه هذا الشيء كتير بصراحة مستفز. صح ولا تقولي إنه بستسهل الموضوع، ماشي طلعتي ممكن إنه تتعرضي لحادث، ممكن يشوفك ناس ماخدين عنك فكرة إنك أنت إنسانة كتير مثالية باللبس، وبهالوقت يشوفوكي بأواعي الصلاة وتصيري بدك تخبي حالك، فأنت مش مضطرة تلبسي أواعي الصلاة إلا بالبيت لأنها فعلا للصلاة. وشغلة تانية كتير مهمة، لا تنسوا إنه اللبس واختيار الألوان، وهذا الشيء رح نتطرق فيه بحلقة تانية إن شاء الله، بيأثر على النفسية وهالة الإنسان. يعني اختيارك للملابس بيأثر على هالتك وعلى نفسيتك وعلى طريقة جذبك للأمور يلي حواليك، فانتبهوا كتير كتير عليها. ولا تنسوا كل إنسان بيلبس الشيء المناسب لعمره. الأناقة بتختلف عن إنك تلبسي الشيء لعمر بنت 16 سنة وإنت عمرك 60 سنة. كل إشي طبعا حلو يكون في له وقار وإله عمر. وصباحكم طبعا. كله خير وطاقة، على قولة وسيم كله إيجابية وفرح وسعادة. بتمنى لكل صبية عندها أمنية تحققها. وسيم صوت بجاوب. معك. تمام. وبنهاية الحلقة راح أحكي لكم أنا، بما إنه الكل بيحكي لي دعوتي مستجابة إن شاء الله، يعني ان شاء يا رب الله كل شخص عنده أمنية الله يحقق له إياها إذا كانت يا بالخير. رب إنه يا في رب. ناس عندهم نوايا شريرة، لا الله لا يحقق لهم إياها، يا رب الخير بس. الله وكل يرضى شخص عليهم. عنده شيء بيتمناه الله يعطيه. وتذكروا إنه بما إنه إحنا تحت رحمة ربنا كل إشي متاح ومتوفر، بس ثقوا طبعا. بربنا وثقوا بأنفسكم، خليكم متفائلين، خليكم إيجابيين، وصباحكم كله تاتا. ختامها مسك. بدي لكم اخر نقطتين ممكن تستفيدوها بحياتكم من خبرتي. هلا اللي عجبه عجبه واللي ما عجبه هو حر. اكثر شيء يلفت نظر بالرجل قولا واحدا، دائما بدكم تعرفوا الرجل انيق مزوق ملفت للنظر مثالي، حذاؤه الرجل. هاي نقطة انتهى. كل ما كان حذاؤه نظيف مرتب يلوق بلبسه، نقطة فمن هون وسيم بتبلش ذكرتني أنا فيها. خليني بس كمل. من هون بتبلش أناقة الرجل، وأناقة المرأة تبدأ كمان من أشياء كثير. أنا بحكي عن الرجال وبس، ما إلي بالأشياء الثانية. طبعا نظافة حذائه وموديله وشكله، هذا الشيء كثير مهم. من هون بتبلش أناقته بالضبط.
صباح الخير للجميع. شكرا لكم جميعا، شكرا لسماح اليوم ما قصرت. مزبوط يا لوليتا، صباح الخير يا اليا يا نرجع بنقول لكم يا جماعه، نحن من الاحد للخميس من 8:30 ل 9:30 دائما للعلم مو اكثر. اي حدا بحب يطلع معنا يشارك، يعطينا فكره، يشترك معنا كل يوم بفقره معينه. هلا سماح موجوده معنا لقدام شوي، كمان في ناس رح نستضيفهم. بنرحب فيكم كلكم. نحن الجستات صراحه اللي ما بعرفهم بالبرنامج صعب اني استقبلهم، بس هالمره بدي غامر. بس المشرفين خلي بس نستقبل الاتصال معلش قبل ما نسكر. خلوا ايدكم على الكبسه. الحمد لله راحت لحالها، مشي الحال. وهيك يا جماعه ختمنا حلقتنا اليوم، وان شاء الله يا رب نهايه اسبوع سعيده وجمعه مباركه واجازه سعيده بكره. وشكرا كثير لسماح، وشكرا للمشرفين كلياتهم بدءا من تفضلي. هلا انت حكيت عن اناقه الرجل، وشفتوا انكم ناس اشرار يا بنت ادم. انت حكيت عن اناقه الرجل في الحذاء، واناقه الانثى وين بتكمن؟ انا رح احكي لكم وين اناقه الانثى. رح تكمن في اسنانها اللي كثير حلوه صبايا، هي ما بتعرف انصحكم اياها. بدل ما تشتري خاتم ذهب وتحطيه بالخزانه وتلبسيه للمناسبات، اهتمي كثير كثير بابتسامتك وبنظافه اسنانك. واذا وجهك فيه بشرتك فيها حبوب، لا تستخدمي فاونديشن انه يخفي لك هالحبوب. دوري على دكتور جلدية إنه يعطيكي نضارة حلوة كتير كتير للوجه، لأنه الشيء الظاهر قد ما تحاولي تخفيه، لما تكوني بينك وبين حالك أنت الشخص الوحيد اللي رح تشوفيه. فاهتمي بأسنانك وبنظافة بشرتك. كل الحب وإلى اللقاء في حلقة جديدة يوم الأحد بإذن الله. لا تعليق. نستودعكم الله يا جماعه. السلام عليكم. شكرا سماح، شكرا للجميع. السلام عليكم. يعطيك العافية. باي باي. يلا باي باي.